السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى احسن الاحوال يا رب العالمين. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفيديو ديال نوعيه ديال الحوت اللي سميتو البارغو. مهم هذا الفيديو هذا غادي نضيف معاه واحد القناه ديال واحد الاخت، غنشاركو يعني فيديو مشترك بيني وبينها. انا غنحط فيديو واحد المقطع من الفيديو ديالها في قناتي. الا جات على خاطركم عافاك دخلوا عندها وابوناو عندها، صراحه عندها قناه زوينه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، وغنخليكم واحد المقطع اللي صغير من قناتها. بالنسبه للقناه، قناه خاصه بالطبخ، يعني صراحه قناه زوينه وعندها محتوى زوين. وإلا جات على خاطركم عافاكم دخلوا عندها، ديروا لها ابوني، شاركوا معها في قناتها. وإلا عجبكم الفيديو ديالها خليوا لها تعليق، وكذلك خليوا لها جيم. بالنسبه لهذا الحوت هذا صراحه حوت زوين جا بنين، وغنشارك معكم الطريقه ديال هاد الحوت كيف طيبته، شحال ديال الوقت اللي دالي في الفران. انا غنخليكم مع المقطع ديال الفيديو ديال فاطمه الزهراء، قناه فاطمه الزهراء ولا مع فاطمه الزهراء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم مع فاطمة الزهراء. هذا الفيديو مشترك مع قناة شيوات قوس قزح. عملنا هذا الفيديو مع بعضياتنا باش ندعموا بعضياتنا ان شاء الله. فيديو اليوم غيكون عن صينية في الفرن بالدجاج، كتجي رائعة بواحد التتبيله خطيرة كتزيدها لذة. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ودعموني في القناة ديالي، وما تنساوش لي لايك ديالكم وتعليقاتكم زوينه في حال تعجبكم المحتوى ديال القناه ديالي. يلا نخليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للبنات لهذا الحوت هذا الحوت ديال البارغو، يعني كيف ما كنسموه حنا في الريف بارغو ولا بارغو. صافي هذا هو النوعيه ديال الحوت، غادي نصاوبوهم يعني نبشروهم. ماشي ضروري يكون هذه النوعيه ديال الحوت، بما انا شاركت معكم غير الطريقه ديال التوابل اللي دخلت في هذا الحوت. صافي غادي نحيدو ديك سميتو ديك القشره كامله. وبالنسبه ديك الحنجره ديال الحوت، ولا كيف كيقولوا، ولا الحلاقم ديال الحوت، ولا كما كيقولوا بالريفيه الجغاجغ ديال الحوت، الجغاجغ كيقولوا لهم. يعني هادوك ضروري ما خص كيتحيدوا، حيت كتخبى فيهم الرمله البحر وديك الربيع. وبالنسبه لهنايا بالنسبه للفم كندوزو الموس حتى كنوصلوا للفم، يعني كنفتحوا كامل الحوت باش ما كتبقى فيها لا رمله لا والو. يعني تبارك الله عليكم كاملين كتعرفوا تصاوبوا الحوت. وهذا الشوك هذا انا كنخليه ما كنحيدوش ملي كيطيب، يعني كيتجبد كلشي وديك الشوك ديالو. انا غادي ندخل معاه شويه ديال الكالامار باش كيزيد شويه د المذاق. ماشي ضروري غير الحوت بوحدو، ماشي ضروري ديك الكالامار. غير بغيت نشارك معكم ان حتى الكالامار يعني غادي يدخل في الطاجين ديال الحوت اللي كيعطي مذاق زوين. المهم شويه د الربيع، حتى جيت بالنسبه للتوابل شويه د الربيع، ورقه سيدنا موسى، هذا شويه ديال الابزار، شويه د سكينجبير، شويه د الخرقوم، شويه ديال الملحه، شويه د الليمون مصير، شويه د ورقه سيدنا موسى، وواحد جوج د مطيشات، واحد البصله، وشويه ديال الربيع، وشويه ديال الثومه. انا هنا الثومه بانت لي كثيره حيت منها. وغادي نحتاج شويه د الليمون مصير. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الليمون مصير غادي يديروا نص ديال الليمونه. هذا نص الليمونه يعني عصير الليمون، وشويه ديال زيت الزيتون وزيت المائده مخلطين. صافي غادي نخلطوا مزيان ديك التوابل مع لاطريه، يعني ديك التوابل مع الملحه مع الزيت مع الربيع مع الليمون، يعني الليمون مصير. هنايا هاد الزيت هادي ديال السودانيه، يعني انا رقدت السودانيه، درت واحد قطيره صغيره ديال السودانيه. كيف كتعرفون السودانيه يعني كتعطي الفلفله الحار ولا الهريسه ولا اللي كان كيعطي المذاق الحوت زوين. صراحه هذا الحوت هذا بعد ما طاب وتشرمل مزيان على حقو طريقو، يعني صراحه واحد المذاق ديال البسطيله، يعني جا بحال البسطيله ديال الحوت. غير انا زدت فيه، يعني هذا فيه شويه ديال الخدمه ملي غتكوني كتاكليه ماشي ساهل. يعني بحال ما فيه الشوك، تبقاي تنقي الشوك وداكشي، ولكن ماشي مشكل حتى ديك الشوك وديك هذا. يعني كيعطي المذاق ديالو. هادو شويه ديال الكالامار، يعني واحد الكميه اللي قليله ماشي بزاف، دخلتها في ديك التشرموله. انا هنايا ما كنتش غادي ندير فيها البطاطا، ولكن قلت غندخل واحد البطاطا اللي ماشي ضروريه. المهم انا هنايا غير واحد البطاطا اللي درت، واحد البصله قطعتها في يعني شرائح مدورين، وهنايا واحد البطاطا كما شفتوا، وديك الحوت اللي شرملت.
يعني غادي نحط عليها ديك الحوت اللي شربت. بالنسبه للتشرموله ماشي ضروري غادي يبات في التشرموله ولا غادي ديري، يعني انا ديك الساعه درتو في التشرموله دخلته مباشره في الفران صافي. هذا ديك الكالامار يعني درتو الى شرائح طوالين حطيتو عليها من الفوق صراحه. وديك الكالامار عطات واحد الريحه غزاله، حتى ديك الورقه سيدنا موسى اللي درت لها في الكرش ديال الحوته عطات المذاق لي زوين. وبالنسبه لهاد المطيشه هذه انا حكيت هنا جوج مطيشات متوسطين الحجم صافي، ما درت هنا لا فلفله لا حتى حاجه. هادو عفوا هادو ورق الليمون مصير، قشره الليمون مصير صافي. غادي نغطي على الصينيه ديالي اللي غادي تدخل الفران، غادي نغطيها بابي كويسو. كما كتعرفوا شحال هادي كنا كنديروا غير الومنيوم، مؤخرا كيقولوا الومنيوم ماشي صحي غادي ديروه، ولكن حتى غادي تسبقوا هاد الورق ديال الزبده ولا بابي كويسو كل واحد كيف كيسمي له. بالنسبه لهاد الورق الزبده هذا الصراحه يعني كيزيد يعني كيطيب دغيا، يعني واخا درتي الومنيوم وورق الزبده انا واخا شويه ديال الضيا كتضيعي ورق الزبده وكتضيعي بابي الومنيوم يعني كتضيعي بزاف، ولكن ماشي مشكل. كديري حاجه اللي صحيه وفي نفس الوقت يعني ديك بابي كويسه كيعاونها يعني كطيب، يعني كيعاون عوض مثلا غادي تبقى ساعه ونص هاد الصينيه في الفران غادي تبقى غير ساعه وعشرة دقائق، حيت ديك بابي كويسو كيبقى فيه ديك الصهد ديك الربو ديالو ديك هذا كيجي يكون بحال الكوكوط. يعني دابا هذا بابي كويسو انا جاني الصراحه كيساعد دغيا على الطياب على الومنيوم صافي. اخواتي هنايا دخلتها الفران. بالنسبه للفران ماشي ضروري يكون ديال الضو ولا ضروري يكون ديال البوطه، اي فران غادي تدخلوها عطيو العافيه اللي مهيله. انا هنايا ما مرقتش الحوت، يعني ما درت له لا مرقه لا والو، غير الزيت والليمون ومطيشه، يعني طاب على مهيل خدالي شي ساعه وربع هيداك في الفران. هنايا شويه ديال الكروفيت اللي حتى هي ماشي ضروريه، غير بغيتها للتزيين باش الطبق غادي يجي زوين وغزال، ماشي شي كميه كثيره، غير شي 10 د الحبات ديال الكروفيت دوزتهم في ديك التشرموله اللي بقات ليا من الحوت. انا غادي ندوز ندير واحد الشلاضه اللي غادي ترافق ليا هاد الصينيه ديال الحوت، واحد الشلاضه اللي غنيه زوينه فيها البروتين فيها فورماج فيها يعني الخضر، يعني صراحه جات زوينه بزاف. هنايا غادي ناخذ اول حاجه قبل كلشي غناخذ واحد المقله غادي ندير فيها شويه ديال الكالامار ولا الكروفيت، يعني اللي درتو الكروفيت قشروها باش ما غاديش تمحنكم، يعني الشلاضه باش تاكلوها بالزربه ماشي عاد تبقاو تقشروا في الكروفيت. المهم انايا شويه ديال الكالامار ماشي بزاف غير شي شويه دوزتو في شويه ديال زيت الزيتون مع شويه ديال الثومه مع شويه ديال المعدنوس مع شويه ديال العصير ديال الليمون، واحد القطيرات قليله مع شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، يعني دوزتهم غير يلا كيف تصهدات ديك الكالامار، يعني ماشي خليتهاش طاطب، يلا كيف تصهدات طفيت عليها البوطه خليتها تبرد. يعني ضروري ما تسبقوا من الكروفيت ولا الكالامار باش غادي يبرد باش نرافقوا بها هاد الشلاضه. انا قطعت شويه ديال الخيار شويه ديال بصله خضاريه شويه د مطيشه وشويه ديال الكروم. بالنسبه للكروم راك عارفين يعني الناس قليل اللي كيعجبوا المذاق ديالو، الطريقه ديالو باش غادي تاكلوه يعني غتولفوه شويه شويه غادي تخلطوه مع الشلاضه هكا باش تبقاو تاكلوه. صراحه هو الكروم يعني غزال صحي 100%، وبالنسبه للناس اللي كيديروا ريجيم الناس اللي كيديروا يعني اللي فيهم السكر لا يبعدوا عليكم اخواتي ولا يبعدوا علينا كاملين. صافي هنايا شويه د الخل شويه د المليحه شويه د زيت الزيتون شويه ديال الفرماج ديال البيتزا اللي ماشي ضروري حتى هو فرماج الاحمر. هذه هي ديك الثومه وديك الكالامار يعني خويتها بالثومه ديالها بالربيع ديالها بكلشي ديالها، يعني خويتها على ديك الشلاضه وغادي نخلطها. الصراحه جات زوينه بزاف بزاف، يعني هاد العناصر تواتاو مع بعضياتهم مع الخيار والخس ماشي عفوا ماشي الخس الكروم ولا لي شون، يعني في الاخير شويه ديال التزيين اللي كيعطي المنظر العوينات شويه ديال الربيع ولا المعدنوس. هو هذاك المعدنوس ما ديروش القزبور حيت القزبور شويه مجهد كيعطي المذاق ديال الربيع. اخواتي متتبعات ديالي هذا هو الشكل النهائي ديال الشلاضه ديالي اللي رافقتها بالطبق ديال الحوت. بالنسبه للطبق ديال الحوت انا كما قلت لكم خدا ليا ساعه وربع في الفران على عافيه اللي مهيله. بالنسبه للفران درت غير الفران ديال البوطه ماشي الفران ديال الضو صافي، خليته طاب على النار اللي مهيله ومشيت خدمت الشغل ديالي. ملي جيت لقيته طاب صافي زدت له شويه د العافيه باش غادي يشرب ديك المرقه ديالو حتى كيبقى غير على الزيت، يعني كيبقى غير على الزيت اللي فيه ما درتلوش كاع الماء، يعني طاب يعني البطاطا طابت وكل شيء طاب على حقو طريقو وجا مشحر
وجا بنين وجا غزال كما قلت لكم. الصراحه دار واحد المذاق ديال البسطيله. وبالنسبه لديك الكروفيت اللي كنت شرملت في ديك التشرموله، حتى ملي كنت غادي نقدم الطبق ديال الحوت دوزتها في شويه ديال المقيله باش يعني غادي باش غادي تعطي الديكور زوين. دوزتها غير في المقله تصهدات حتى هي غير طابت شويه، حيتها زوقت بها هاد الطبسي هذا اللي جا زوين عاطي العين. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، تشاركوه مع صحاباتكم وحباباتكم احبابكم. بالنسبه للرابط ديال الاخت فاطمه الزهراء، قناه اخت فاطمه الزهراء اللي هي من امزورن، عندها قناه زوينه، عندها يعني داكشي زوين، كنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندها. وبالنسبه للرابط اللي غادي نخليكم ديال قناه ديال فاطمه الزهراء غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للاخوات اللي ما عرفوش صندوق الوصف غادي نخليه في البلاصه ديال التعاليق، تما فين غادي تلقاو الرابط ديال الاخت فاطمه الزهراء. كنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندها. وشكرا لكم بزاف يا احلى متتبعات عندي في القناه. استسمح الى شهيتكم. بالنسبه للاخوات اللي كيتوهموا سمحوا لي بزاف الا شهيتكم في هذا الحوت. اخواتي متتبعات ديالي، شكرا لكم بزاف على متابعه الفيديو. في فيديوهات لاحقين ان شاء الله، وعشركم مباركه ورمضان مبارك ان شاء الله.